احنا داخلين على العيد واسكندريه هتبقى دمار، فتعالوا نجرب كام محل من الزخانيق اللي هناك ونشوف هل هو ولا لا. في العصافرة في شارع سليمان الفارسي في محل هناك اسمه ركن جمبري، بيعمل سي فاست فود. اخدت بالك انت من سي فاست فود دي؟ وعامة انا طلبت من هناك حاجة من كل حاجة عشان اقدر اديك الملخص واقول لك بالظبط لما تروح هناك تطلب ايه. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ صلوا على النبي ودوس على اللايك المتين. ابتديت اول حاجة بشوربة السي فود المخلية، بيكون فيها فيليه جمبري صبيط وكابوريا وسعرها 85 جنيه. بسم الله. هي تتبيلتها حلوه وطعم الشبت اللي فيها حلو الصراحه برضو وبتاع. لا انا الشوربه دي عجباني. لو كانت اتقل بس شويه كانت تبقى في حته تانية خالص، بس هي غير كده لا، هي الصراحه طعمها حلو قوي. تاني حاجة دخلت عليها بقى طبق ملوخية بالجمبري. موتزاريلا الملوخيه. بسم الله. هنشوف بقى ايه طعمها زي العرق بتاعها ولا لا. الملوخيه حلوه قوي. الملوخيه حلوه قوي. الجمبري اللي فيها الصغير ده هو مديها تيست وفي نفس الوقت قرمشه كده في البق، طعمها حلو. فلا الملوخيه عجباني جدا. ومن الحاجات برضو اللي كانت مخلاني مبسوط بالملوخية هي انها تقيلة، وده عامة ذوقي في الملوخية يعني. مبسوط بهذا الشيء. دخلت بعد كده بقى على المكرونة السي فود وايت صوص، ودي بيكون فيها جمبري وصبيط وعليها من فوق كده موتزاريلا بالوايت صوص وبتاع، سعرها 140 جنيه. هناخد حته كده من جوه. انا معلش ان انا باكل من نص الطبق، بس ايه بحاول الم الدنيا. لسه على اسعى. ما اتلسعتش لا الحمد لله. في ايه؟ بص بص بص. قول فخ يا اسطى انت. اوه بص، هي الوايت صوص عامة حلو، طعم الحاجات حلوة عامة، بس انتوا بس محتاجين تسيبوها شوية بدل ما انتوا بتتلسعوا زي كده. نخش في تاني حاجة بقى، طبق رز ركن الجمبري. وعامة المفروض الطبق ده بيكون عليه صوص ركن الجمبري نفسه، موتزاريلا من فوق، ورز صيادية بالسي فود. الطبق طعمه لذيذ، بس لو خيروني ما بينه وما بين المكرونة وايت صوص الصراحة اختار المكرونة. دخلت بعد كده بقى على الجمبري جامبو باتر فلاي، ده كان صوص كريمة، سعر النص كيلو بتاعه 300 جنيه. مبدئيا كده بس كان عاجبني حجم الجمبرية، وكان عاجبني انها بتتقشر بسهولة جدا، وده لو دل على شيء بيدل انها فريش. كجمبري بالصوص اللي محطوط عليه بالحاجات دي كلها، هو الصراحة طعمه حلو، فلا لذيذ عجيب. بس لو هما كمان لو وقعوا في الصوصات اللي فوق دي ممكن تبقى احلى واحلى. بس هو برضه الصوص ده برضه ستيل حلو جدا. الجمبري نفسه سواه كويس ومعمول حلو. ومن الحاجات برضه المميزة قوي في محلات السي فاست فود هي السندوتشات، فطلبت من هناك 4 سندوتشات مختلفة. سندوتش جمبري فاهيتا، سندوتش ميكس فاهيتا، سندوتش جمبري مقلي، سندوتش كفتة جمبري. اول حاجه جربتها هي كفته الجمبري، هو محطوط عليه مايونيز كده من تحت، ومش هكدب عليكم انا اصلا كفته الجمبري دي بيبقى عندي عليها تحفظات كتير قوي، بس دقتها مره في البيت عجبتني قوي، ومن ساعتها انا بجربها في المحلات عشان اشوف اني اكتر محل هيقرب منها. هي برضه مش الحاجة المفضلة بالنسبة لي، بس هم عاملينها حلو. يعني لو انت بتحب كفتة الجمبري هي تعجبك من هنا يعني. دخلت بعد كده بقى على سندوتش الجمبري المقلي. هو سندوتش الصراحه كان فيه كميه جمبري محترمه، بس هو في حتت كبيره وحتت صغيره، لو حد منكم برضه يعرف ليه يقول لي في الكومنتات. الجمبري ده ككمية حلو الصراحة، والعيش برضه فريش، بس انا مش حاسس ان هو الجمبري نفسه مختلف. بس لو انت عايز سندوتش جمبري فيه كمية كويسة والصوصات برضه اللي عليه حلوة والعيش فريش وكده، فالسندوتش ده حلو. بس كطعمه لا، هو مش مختلف عن الجمبري العادي. جربت برضه من هناك سندوتش جمبري فايدة، هو عامة العيش فيهم كلهم كان فريش، وكمية الجمبري بوجه عام كانت حلوة. بسم الله. وملحوظة بس على العيش، مع انه فريش بس هو الفينو اصلا بيبقى حجمه كبير، فالقطمة بتاعته بتبقى صعبة بس شوية. هو الجمبري نفسه الصراحة العصارات بتاعته مع الفاهيتا مع الحاجات دي كلها طعمها حلو، بس الصراحة هو الكمية نفسها زي ما قلت لكم حتى زيها زي هنا، هي الكمية نفسها حلوة. واخر حاجة بقى جربتها من هناك سندوتش ميكس جمبري وصبيط فاهيتا. بسم الله. لذيذ الصراحة. الصبيط مع الجمبري مع الحاجات دي كلها، هو أصلا ميكس الصبيط والجمبري ده أنا عامة بحبه، هو قريب جدا من ده، بس برضه الصبيط مديله نكهة مختلفة كده شوية. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من ركن الجمبري؟ أول حاجة خالص هي المكرونة السي فود. الملوخية كانت رائعة رائعة. شوربة السي فود برضو كانت حلوة قوي. الباتر فلاي برضو كان طعمه حلو قوي، الصوص اللي عليه والحاجات دي كلها، وان هو برضو فريش بيتقشر بسهولة. بس كده. قولوا لي بقى جرب ايه تاني من زخانيق اسكندرية، وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معاكم عباظة من قناة لايف وزباظة. سلام.